ليه يا مها اللي عملتيه فيا؟ ده انتي من دمي ولحمي، ده انتي لو كنتي طلبت عينيا كنت ادهم لك يا بنت امي وابويا. بس القهرة اللي انا حساها مسيرك هتحسيها انت كمان، وانا مش مسامحاكي ابدا، وربنا شاهد على ظلمك وخيانتك ليا. لا يا حبيبتي، انتي فاهمة غلط. مفيش راجل بيتخطف يا عينيا، واللي انتي بتجري وراه ده هو اللي جالي راكع برجليه وكان عايز يبوس الايادي علشان اوافق عليه. شوف انتي كان ناقصك ايه وخليتي جوزك يدور عليه بره. حسبي الله ونعم الوكيل. داين تدان يا مها، وانا خايفة عليكي من اليوم اللي ربنا هيحاسبك فيه على كل اللي عملتيه فيا، ويا ريت تعملي حساب لليوم ده وتراجعي حساباتك قبل ما يفوت الاوان. أنا هبة، 33 سنة. كل اللي كنت عايزاه من الدنيا بعد ما أهلي ماتوا في حادثة وأنا في الجامعة إني ألاقي الزوج الصالح اللي يكون لي الأهل بعد أهلي، وتقدم لي كتير قوي، من ضمنهم تامر. أمه شافتني وأنا بصلي التراويح في المسجد، قالت لي أنا شايفة فيك الخير اللي بتمناه لابني، وأنا واخدة بالي منك من زمان، ووشك المنور وضحكتك الحلوة دول خلوني أتمنى عروسة زيك لابني. اتبشرت بكلامها واخترته هو من ضمن كل اللي اتقدم لي ووافقت. وراحت أم تامر علشان تقوله عليا. أما أنا لقيت لك عروسة يا تامر يا ابني، إنما جمال إيه وأدب إيه وأخلاق ما شفتش زيها على حد. تفتكري يعني يا ماما إني ممكن أتجوز بالطريقة دي؟ طب شوفها الأول يا ابني، نروح نقعد معاها وادي لنفسك فرصة، دي أخلاق وجمال مفيش بعد كده. وانا ما اقدرش ارفض لك طلب يا ست الحبايب، خاصة ان شكلها حبيبتك قوي وتعرفوا بعض من زمان. لا، ده انا بصلي معاها التراويح كل سنة وكلامنا قليل مع بعض، بس عايز الحق يا ابني، الشهادة لله دخلت قلبي على طول، وانا اخدت منها ميعاد وبلغتها اننا رايحين، وسألت كل اللي اعرفهم عليها، قالوا لي انها بنت يتيمة والكل شكر في اخلاقها. انت شوقتيني قوي يا امي علشان اشوفها، وفتحتي نفسي على الجواز بعد كلامك عنها، وبعد ما كنت واخد قراري وموضوع الارتباط ده مقفول تماما، بس اهو نشوف ونجرب وربنا يقدم اللي فيه الخير. وجالي تامر مع والدته، وما كانش لينا قرايب يقعدوا معاهم. كنت انا واختي مها الاصغر مني بسنتين ملناش غير بعض في الدنيا. انا كنت دكتورة تحاليل ومها كانت بتدرس في كلية تجارة في اخر سنة. في يوم لقيت ام تامر جاية ومعاها تامر، فتحت أختي مها الباب واستقبلتهم، وبعدها خرجت. في الأول كان تامر فاكر إن مها أختي هي العروسة، وبعد ما خرجت كان بيبصلي بذهول وإعجاب ومش عايز يشيل عينه من عليا. مامته رحبت بيا وعرف ساعتها إن أنا البنت اللي مامته كلمته عليها. سألني عن اسمي وقلت له اسمي هبة. قال لي اسم على مسمى، انتي فعلا هبة من الله. اتكسفت قوي وابتسمت. وبعد ما عرفني بنفسه واتكلم عن شغله وسأل كمان عن شغلي وعن حالي أنا وأختي، قال لي الحقيقة أنا سعيد جدا بالصدفة اللي جمعتنا، وأتمنى أنكم تفتحوا لنا بيتكم مرة تانية علشان نطلب إيدك يا أنسة هبة من راجل البيت. الحقيقة أننا ملناش حد من قرايبنا ليه صلة بينا، ومن يوم ما والدي ووالدتي ماتوا من 4 سنين أنا وأختي مها ملناش غير بعض. ما تقوليش كده يا حبيبتي، إحنا من النهاردة هنبقى أهلك، وأنا اعتبريني زي مامتك بالظبط، ولو إني عارفة إن مفيش زي الأم. ربنا يخليكي يا طنط كريمة ويبارك في عمرك يا رب. طيب بحيث كده أنا شايف إنك تقوليلي طلباتك يا دكتورة هبة، وأنا مستعدة أجيبلك كل اللي تقولي عليه، ومش عايزك تجيبي أي حاجة، ولو ما عندكيش مانع نعمل الخطوبة في أسرع وقت. بقى عمال يتكلم ويرتب هنعمل إيه، وأنا السعادة مش سيعاني، وفي نفس الوقت مكسوفة قوي ومش مصدقة كرم ربنا عليا. قطع تفكيري كلام أمه وهي بتقول يا ابني ما يصحش كده، مش نسيب العروسة تفكر وتاخد وقتها. الأول اتلجلجت ومعرفتش أرد، كان نفسي أقول لها موافقة موافقة، بس رجعت مسكت أعصابي من كتر الفرحة وقلت لها بحزم أنا فعلا محتاجة وقت أفكر كويس، وكمان أخد رأي أختي، خاصة إني ماليش غيرها. طبعا يا حبيبتي هي دي الأصول، ولو إن تامر يعني طيب ودغري وابن حلال ومش محتاج تفكير. وراحت ضحكة وقالت وأنا حاسة إن قريب قوي هنفرح بيكم، وهتبقي زي بنتي اللي ما خلفتهاش. ربنا يديم المعروف يا طنط ويقدم الخير ليا ولي يا رب. هبة انتي بتفكري توافقي بجد؟ وما وافقش ليه يا مها؟
تامر مهندس وشغال شغل محترم، ده غير أخلاقه وأصله الطيب، وحاسة إنه عارف ربنا. بصراحة كده ما يترفضش. وكمان أنا شكلي عجبته، وأنا يهمني إني أتجوز راجل يبقى سندي ويتقي ربنا فيا. في كتير زيه يا هبة، لكن انت تستاهلي حد أحسن. من غير زعل يا هبة، شكله بيئة هو وأمه، وكلامهم فلاحين قوي. إيه يا مها مالك؟ أنا شايفاهم عاديين خالص، وكمان مالهم الفلاحين يعني. عموما أنا هصلي استخارة، واللي ربنا عايزه هيكون. ركزي انت في امتحاناتك وملكيش دعوة، انت حرة، تصبحي على خير. وسابتني ومشيت، ومعرفش مالها لو يبوزها ليه، كأنها مستكترة عليا الفرحة. زي ما بقولك كده يا عمرو، أول ما شاف البنت من هنا قال لها عايز أعمل خطوبة في أسرع وقت. هي حلوة للدرجة دي يا حاجة؟ بصراحة أنا ما كنتش متخيل إن كلام ماما يطلع صح. أنا كنت رايح علشان أجرب ورد ست الكل مش أكتر، بس أنا ارتحت لها قوي أول ما شفتها. وأختها بصراحة جميلة زيها. الاتنين فولة واتقسمت نصين. بس معرفش أنا مرتحتش لأختها دي، بنت قتمة كده، وطول ما هي قاعدة عمالة تبصلنا من فوق لتحت. يا ست الكل، أهم حاجة إن البنت كويسة. وألف مبروك يا سي تامر، أخيرا لقيت اللي تفك عقدتك من الجواز. عقبالك يا سيدي، ولو إنك الكبير وكان مفروض تعملها قبلي. لا، أنا ليا دماغي ومش هتجوز بالطريقة دي. لو يحصل إيه أنا لازم أختار عروستي بنفسي. بكرة نشوف يا سيدي. والله شكلك هتقع وقعة توديك على مأذون في نفس اليوم. وضحكوا كلهم وكانوا طايرين من السعادة. بعد ما صليت الاستخارة حسيت براحة غريبة جوايا، وكنت مبسوطة قوي، وعرفت إن دي إشارة علشان أوافق على تامر. ولما بلغت ماما كريمة كانت طايرة من الفرحة، وعملنا الخطوبة بتاعتنا، وتامر كان مبسوط بيا قوي. والمفاجأة الكبيرة إن عمرو أخو تامر الكبير شاف أختي مها في خطوبتي، وأعجب بيها جدا، وبقى عمال يقول لتامر يكلمني علشان أفتحها في الموضوع. وبعد خطوبتي لما قعدت مع مها أختي وقلت لها إن عمرو متقدم لها وطالب إيدها، قالت لي بجد يا هبة؟ بجد كلمك عني بجد؟ أصل أنا كمان شفته في الفرح ومعجبة بيه جدا، ولقيتها مبسوطة ومرحبة جامد. بقيت أستغرب عليها. أنا كنت متوقعة إنها ترفض، لأنها كانت بتقولي إن لازم أرفض الجواز من تامر، وكانت مطلعة فيه وفي أهله القطط الفطسانة. الفرحة ما كانتش سايعاني. أنا وأختي هنفضل برضو سوا حتى بعد ما نتجوز. يا ما أنت كريم يا رب. بس مع أول يوم جواز ما كنتش أعرف إن دي بداية كل المشاكل، وإن أختي ورفيقة عمري هتتحول وتبقى سلفتي. اتجوزت أنا وأختي في نفس اليوم، واتعمل لنا فرح كبير قوي يشهد بيه كل أهل البلد. وبعد شهر من جوازنا اللي حصل لا على البال ولا على الخاطر، لما أختي مها جت وقالت لي باركيلي يا هبة، باركيلي. مبروك يا حبيبتي. بس على إيه؟ أنا حامل. ألف مبروك يا قلبي، ربنا يكملك على خير. بعد 9 شهور ولدت مها، وجابت ولد وسمته محمد. وحماتي بعد ما كانت بتعاملني أحسن معاملة، ويمكن بتفضلني عن أختي في حاجات كتير قوي، وبعد ما اتأخر حملي اتقلبت عليا 180 درجة، وبقت مها عندها فرخة بكشك، وأنا بقيت بنت البطة السودة. والغريبة بقى إن بعد وقفتي جنب أختي في حملها وولادتها كمان بدأت تتغير معايا هي كمان. وكل ما كنت أجي أشيل الولد تاخده مني كأني هخطفه، وكل ما امسكه تقعد تقولي هاتي الواد سخن وشكله خد عين. وحماتي ترد عليها وتقول لها ابقرقيه، اللهم احفظنا من العيون، أنا هقوم أولع بخور يطرد الشر والحقد من هنا. كنت بتقطع من كلامهم وشايفة الشماتة والقسوة في عينيهم. وبما إني دكتورة تحاليل قررت أعمل تحاليل لنفسي، وصدمتي الكبيرة بعد نتيجة التحليل كانت إني عقيمة ومش هقدر أخلف حتى لو بعد 100 سنة. خبيت عن الكل إني عقيمة، لكن بعد مرور سنة أختي مها كانت حامل للمرة التانية، وطول 9 شهور كنت بخدمها وراعيها، وأنا اللي عليا كل حاجة في البيت، من كنس وطبخ وغسيل وحتى مراعية ولادها. لكن هي كانت بتخاف على نفسها وعلى ولادها من الحسد، ودايما تسمعني كلام زي السم. وبعد ما عرفت إنها هتخلف توأم بدأت تقولي
ما تتعبيش نفسك يا هبة يا حبيبتي، خليكي في شقتك، وأنا لما عوز حاجة هبقى ناديلك. أنا كل همي راحتك. هتعرفي تطبخي وتشوفي طلبات محمد وطلبات عمرو ازاي وانتي كده؟ ما هو ربنا بيعين. انتي خليكي مع جوزك، وأنا لما عوزك هبقى أجيلك. فهمت منها إنها مش عايزاني أدخل شقتها مرة تانية، وما كنتش فاهمة ليه بتعاملني كده، وفعلا ما بقتش أطلع عندها تاني. بس اتصدمت لما لقيت تامر كل شوية بيطلع ويقعد عند مها وعمرو، وحماتي طبعا كانت بتطلع براحتها. أختي استغنت عني، وحتى يوم ولادتها كانوا كلهم معاها في المستشفى، وقالوا لي أفضل في البيت علشان أخلي بالي من محمد ابن أختي. افتكرت أيام زمان لما كانت بتخاف تنام لوحدها وتيجي في عز الليل تنام جنبي، ولما كانت بتغلب في حاجة كنت أنا أول حد يمد إيده ويساعدها. عمري ما خليتها تحتاج لمخلوق، كانت كل طلباتها مجابة، وأي مصروف تطلبه كنت بديهولها. كنت بعاملها كأنها بنتي، وبحاول أعوضها عن غياب أمي وأبويا. دلوقتي مها خرجتني من حياتها، وبقيت تخاف إن أحسدها، وبقيت أنا الشر الوحيد بالنسبة ليها. قررت في اليوم ده إني هقول لتامر على نتيجة التحاليل اللي أنا عملتها. كان راجع مبسوط وقال لي: أنا بقيت عمل تاني مرة، البنتين اللي جابتهم مها زي القمر، مش هتطلعي تشوفيهم ولا إيه؟ مش هينفع. مها بتبعدني بقالها فترة ومش بتكلمني. أنا عرفت بالصدفة ميعاد ولادتها، وزي ما أنت شايف كانت عايزاكم كلكم جنبها إلا أنا. أكيد مش قصدها يا حبيبتي، بس مين يعني هياخد باله من ابنها أحسن منك؟ بكرة تبقي أحلى أم في الدنيا، ونخلف ونملى البيت عيال، وساعتها الكل هيبقى مهتم بيكي انتي. ده مش هيحصل يا تامر. أنا عارفة انت قد ايه نفسك تبقى أب، وجه الوقت اللي تعرف ان عمري ما هقدر أكون أم لعيالك. أنا عملت التحاليل دي واكتشفت اني مش بخلف. معلش يا تامر، مش هقدر أحقق لك اللي نفسك فيه، ومستعدة انك تطلقني وتشوف حياتك لو انت حابب كده. ايه الهبل اللي انتي بتقوليه ده؟ أنا حتى لو فضلت طول العمر مش هخلف، هختارك انتي تكوني مراتي وبنتي وكل حاجة في حياتي. أنا بحبك يا هبة، وانتي عندي بالدنيا وما فيها. بجد يا تامر؟ يعني مش هتسيبني؟ أنا عمري ما هلاقي زيك في الدنيا. انتي الهبة اللي ربنا أنعم عليا بيها، ومش هكون طماع واطلب أكتر من كده. ما بلاش السفرية دي يا عمرو، هتسيبني لوحدي أنا والعيال ازاي؟ رزق وجالنا يا مها، ولازم أسافر. الشغل ده مهم، وأوعدك مش هتأخر عليكي. وبعدين لو أنا غبت فيه تامر اطلبي منه أي حاجة وهيعملها، وأختك هبة ربنا يكرمها مستنية بس تقولي لها اعملي حاجة وهتنفذها لك على طول. وأمي كمان بتحبك وبتحب ولادنا، يعني حتى لو أنا غبت العيلة كلها معاكي، لكن أنا لازم أسافر علشان مصاريفنا كترت، والعيال كمان محتاجين يعيشوا عيشة كويسة. ولا احنا منراعيهمش يا مها؟ طيب بس هو أسبوع واحد علشان انت بتوحشني قوي، وانتي هتوحشيني أكتر، وولادنا هيوحشوني قوي يا قلبي. خلي بالك من نفسك يا حبيبي، وربنا يرزقك برزقهم ويوسع رزقك يا رب. يا رب يا أم محمد. سافر عمرو وكلنا ودعناه، بس ما كناش نعرف ان دي آخر مرة هنشوفه فيها، وان العبارة اللي عمرو مسافر بيها هتغرق في البحر، وكل اللي فيها ماتوا. حماتي لما سمعت الخبر ما قدرتش تستحمل الصدمة، وجالها جلطة، وقعدت شهر في المستشفى بين الحياة والموت قبل ما تروح للي خلقها. وفي الوقت ده كنت أنا اللي بروح واجي عليها، ورغم إنها ما كانتش بتتكلم إلا إن كل نظراتها بتقول سامحيني على كل اللي عملته فيكي. وفجأة العيلة والبيت اللي كان مليان ضحك وفرفشة بناسه اتقلب لحزن وفراغ، وما بقاش فيه غير أنا وتامر وأختي مها وعيالها. مها ورثت من عمرو جوزها، وكمان ورثت من حماتي اللي كانت كاتبة أرضها باسم عمرو وتامر بالتساوي. حسيت إن مها بقت مكسورة بعد موت عمرو، والشيلة كانت تقيلة قوي عليها، لكن اللي كان مهون الموضوع عليها إني موجودة علشانها. وسبحان الله معاملتها ليا رجعت تاني زي الأول. كنت باخد منها العيال وأقول لها تخرج وتشم نفسها، وفي يوم رجعت ومعاها خبر زي القنبلة لما قالت:
استنوني في الجزء التاني من القصة بكرة إن شاء الله، منتظرة توقعاتكم عن اللي هيحصل، وأكتر تعليق هيتوقع الأحداث صح هنعرض اسمه في الجزء التاني. لو كنتم مستنيين الجزء التاني بسرعة اعملوا لايكات كتير علشان أعرف مين منتظر يعرف باقي الأحداث. مع السلامة يا أجمل متابعين، أشوفكم على خير وهتوحشوني قوي.